ليس هناك مبرر للمخاطرة بما تملكه من أجل ما لا تملكه ولا تحتاجه. وبيكمل الكاتب في الفصل ده بحكاية عن مليونير هندي ضيع حياة راغدة وجميلة جدا لمجرد الطمع المجرد بس. وبيقول إن المليونير ده واللي اسمه راجات جوبتا اتولد في بلدة اسمها كولكاتا في الهند، وكان فقير جدا، وكمان أبوه توفى وهو مراهق. جوبتا وقتها اضطر إن هو يشتغل عشان خاطر يقدر يصرف على أسرته، وما كانش عنده رفاهية حتى إن هو يتفرج على التلفزيون. كان بيشتغل طول الوقت تقريبا لحد ما قدر إن هو يكون ثروة كويسة جدا، ووصل كمان إن هو يكون الرئيس التنفيذي لشركة ماكنزي وهو عنده 45 سنة بس، ودي كانت الشركة الاستشارية الأشهر في أمريكا في بداية الألفينات. الراجل ده قدر يجمع ثروة تعدت ال 100 مليون دولار، وقرر إنه يتقاعد في سنة 2007 ويشتغل مع الأمم المتحدة ويشارك في العمل الخيري مع بيل جيتس. وصوله لواحد زي بيل جيتس كان يعتبر نجاح قوي جدا في حد ذاته. بيكمل الكاتب ويقول إن ثروة جوبتا كانت بتعمل له حوالي 5% كعائد سنوي، يعني حوالي 600 دولار في الساعة تقريبا. والراجل ده كان عنده كل مقومات الحياة السعيدة، ولكن يحصل فجأة تحول غريب جدا في حياة جوبتا لما يقعد مع مجلس إدارة بنك جولدمان ساكس، واللي يعتبر واحد من اكبر بنوك امريكا حتى وقتنا هذا. قعدت جوبتا مع اصحاب المليارات على ترابيزه واحده، حركت الطمع في دماغه وخلته يحس ان هو محتاج فلوس اكتر، وعشان كده بدا يدور على فكره تجيب ارباح سريعه وسهله. وفي سنه 2008 وتحديدا وقت الازمه الماليه العالميه، كان بنك جولدمان ساكس بيعاني جدا بسبب الازمه دي. وقتها عرف جوبتا من خلال جواسيس ليه داخل البنك ان في ملياردير مشهور جدا اسمه وارين بافيت قرر ان هو يستثمر 5 مليار دولار في البنك عشان يقدر ينقذه من الازمه دي. وبعد ما عرف الخبر مباشره قرر ان هو يشتري 175 ألف سهم من أسهم البنك. وبعد ما خبر دعم البنك اتسرب للعلن، ارتفع سهم البنك بشكل رهيب، وحقق صاحبنا جوبتا حوالي 17 مليون دولار في كام ساعة بس. كانت فلوس سهلة زي ما بيقول، لكن اكتشاف التلاعب اللي حصل كان أسهل بكتير. وساعتها جوبتا اتحكم عليه بالسجن بسبب استغلال الموقع والتجارة غير المشروعة. وبعدها حياته وسمعته اتدمرت تماما في عز نجاحه وشهرته. المغزى هنا مش انه شغل دماغه وقدر يجيب فلوس كتيرة جدا في وقت قصير، او حتى ان ده حلال او حرام، برغم ان هو اكيد حرام. لكن المغزى الحقيقي ان هو ضيع كل حاجة في ايده من غير ما يكون عنده اي احتياج حقيقي للفلوس دي او اللي عمله ده. يا ريت انت كمان تقول لي في التعليقات ايه رايك في اللي عمله الراجل ده، وهل شايفه صح ولا غلط من وجهة نظرك. بس كده يا سيدي، اتمنى الفيديو يعجبك. سلام.